السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ مسلسلنا الجديد اسمه برستيج، وده مسلسل بقى حكاية رعب على كوميديا على غموض، حاجة كده هتعجبكم من الاخر. تعالوا نبدأ المسلسل ونصلي على الرسول الحبيب، ونبدأ مسلسلنا الجديد بمكان او كافيه اسمه برستيج، وشغال فيه واحد اسمه اكرم، وده جرسون واقدم واحد في المكان لانه شغال بقاله 9 سنين. وبيحكي لنا قد ايه المكان ده كان عظمة وشاف تاريخ كبير جدا على ايد فنانين وناس كتير جدا، لدرجة ان هو خد جايزة جينيس دي لمدة 9 سنين 9 مرات على التوالي، ومستنيين كمان ال10. ورغم ان المكان عظمة جدا زي ما هو بيقول، لكن النظر غير الكلام. يعني ظاهريا كده المكان فاضي وما فيهوش رجل قوي، وكمان مش شغال فيه ناس كتير، يا دوب شغال فيه خلة واللي هو اصلا ما بيتكلمش، وشغال عامل نظافة في المكان، وشغال فيه كمان شيف اسمها ديما، لكن هي اتأخرت ولسه ما جاتش. وده لان في ناس كتير جدا بيسيبوا المكان بسبب ان مستر بسام صاحب الكافيه ما بيقبضهمش او بيأخر لهم المرتبات كتير جدا. ولغاية دلوقتي مش عارفين اذا كان ده السبب الوحيد ولا في سبب تاني احنا ما نعرفهوش. المهم اكرم بيتصل على ديما لكن ما بتردش عليه، فبيشغل التلفزيون عشان يتفرج على برنامج المحامي ابراهيم، في برنامج على صفيح ساخن، لكن بيبقى البرنامج لسه ما جاش. وبيلاقي الاحوال الجوية والمذيعة بتقول ان جو النهاردة معتدل ومشمس واليوم حلو جدا. بعد كده بيجي البرنامج بتاع المحامي ابراهيم، وبالفعل المذيع بيستضيفه، وبنعرف ان هو محامي متخصص في قضايا الخلع، لكن ممكن يشتغل في قضايا تانية لو لزم الامر. وبيبدأ يتكلم ويقول ان اغلب الفنانين دلوقتي بيتجوزوا ويخلعوا بعض علشان خاطر يطلعوا على السوشيال ميديا وبيبقوا ترند، وان في لجان مخصصة بتعمل الموضوع ده، واحد هو اللي ماسكهم وبيقدر يطلع اي حد ترند زي ما هو عايز وينزل باي حد وبيقبض على كده فلوس. فبيبدأ المذيع يستفزه علشان يعرف مين الشخص ده، لكن هو ما بيرضاش يقول، وبيقول لا انا مش هتكلم علشان المسألة القانونية. لكن بعد الاستفزاز بيقول انا هقول اول حرف من اسمه، اول حرف ت، وبيلبس باروكة. وبعد كده بيخلص البرنامج وبنروح لتامر جمال، واللي اول حرف من اسمه ت، وهو متنرفز جدا لان واحدة من اللي شهرهم وخلاها نجمة طلعت في برنامج وما افتكرتهوش كده بولا كلمة. وهو متنرفز، كان في الوقت ده عنده واحدة وكانت رايحة له علشان يعمل معاها نفس الكلام، لكن لما لقيته متنرفز كده خرجت، ولما ندى عليها نفضت له وقالت له هتبقى تجيله وقت تاني. هو طبعا اتضايق اكتر ودخل للجان بتاعته وقال لهم انا عايزها عقبال ما توصل للاسانسير تكونوا منزلينها الارض. وفعلا هما ما توصوش وعملوا اللي هو قاله وزيادة شوية من عندهم. بعد كده بنروح لديما، واللي بنعرف ان هي مش مصرية، وان هي جت على البلد هنا بطريقة غريبة جدا. يا ترى ايه اللي حصل معاها؟ الله اعلم، لكن هي ما بتنساش المنظر ده. في الوقت ده بنروح لعمران، واللي المفروض هيشتغل جرسون في برستيج، وهو رايح وراكب الميكروباص بتتصل مامته واللي مش معرفها اي حاجة، لكن بيتفاجئ بالسواق وهو بيقول لو حد نازل وسط البلد، فبتعرف ان هو جه مصر وبتتنرفز وبتقعد تولول، لكن هو بيقول لها انا مش مهاجر ولا حاجة، انا بس هشتغل واشوف الدنيا. لكن لما قعدت تولول اكتر اضطر ان هو يقفل معاها. في الوقت ده بيوصل مستر سيد الكافيه، واللي متعود دايما يروح هناك وبيسلم على الجرسون اكرم، وبعد كده بيجي عشان يطلب الاكل بتاعه، لكن هو بيحاول يعطله لان الشيف دي ما اصلا ما جاتش، وبيقول له حاول تاخد حاجة تانية الاول وبعدين تاكل. وبالفعل بيجيب له شيشة عشان يتسلى فيها، وبيتصل بديما وبيبعت لها فويس ويقول لها اتأخرتي ليه، ويديها كلمتين من تحت لتحت. اول ما بتسمع هي الفويس بتاعه بتروح بسرعة على الشغل وبتغير هدومها علشان تبدأ، لكن هو بيدخل عليها وبيبدأ يديها كلمتين اكتر ويقول لها انا نفسي اعرف ايه اللي مقوي قلبك، انا بقالي هنا 9 سنين ما تأخرتش خالص، لكن انت بقالك 4 شهور وما شاء الله ما جيتيش غير 8 مرات بس في ميعادك. انا عايزه اعرف انت ايه اللي مقوي قلبك بالطريقه دي. لكن هي بتعتذر له وبتقول له ان ده مش هيتكرر تاني، لكن هو بيتنرفز عليها وبيقول لها ان هو هيبلغ مستر بسام بالكلام ده، لكن هي بتتحايل عليه ان هو ما يعملش كده. المهم بيسيبها ويمشي، وبعد كده
بيهريها طلبات، وبتفضل تنزل طلبات لغاية ما بتتعب جدا، فبتضطر تاخد برشامة كده مهدئة علشان تقدر تواصل بقية اليوم. في الوقت ده مستر بسام بيبقى قاعد في الكافيه وبيعزف على البيانو بتاعه، وفي الوقت ده برضو بتوصل حبيبة وميدو، وبنعرف ان هي قاعدة مستنية تامر. وهي قاعدة اكرم بيجي وبتطلب عصير برتقال، وبيفضلوا قاعدين مستنيين. وفي الوقت ده بيبقى في ست بره، وبتبدأ الجو يقلب والمطره تمطر، وكان بيبقى في قطة وبتبقى صعبان عليها قوي ونفسها ان هي تنقذها، لكن ما بتبقاش عارفة توصل لها ابدا. وقتها بيوصل تامر للكافيه علشان يقابل حبيبة وميدو، وبيكون منزعج جدا من المطرة، لكن هي ندهته وطلبت منه ان هو ينقذ معاها القطة عشان هي مش عارفة تعمل ده، لكن هو بيتنرفز عليها وبيسيبها ويدخل الكافيه. بيلاقي طبعا حبيبة وميدو قاعدين مستنيينه، وبيبقى واضح ان ميدو مش طايقه اصلا، فبيبدأ يقعد معاهم ويكلمهم عن انجازاته وان هو ممكن يقدر يعمل ايه. وبنعرف ان حبيبة عندها صفحة ونفسها ان هي تتشهر وان هي تتعرف ويعمل معاها زي ما عمل مع ناس كتير، فبيبدأ يكلمها عن الحاجات اللي هو عملها وطلع مين فوق وعمل في مين ايه وشهر مين، وبيبدأ كده ايه يشكر في نفسه شوية قدامها. بعد كده في نفس الوقت ده بيبقى وصل ابراهيم الكافيه، واللي بنعرفه ان ابراهيم وتامر ما بيتقوش بعض ليه الله اعلم. المهم بيدخل وبيسلم عليه تامر، وكمان ابراهيم بيسلم عليه، وبعد كده بيروح يقعد. وفي الوقت ده اكرم بيقول له على فكرة انا شفت الحلقة بتاعتك كانت سخنة قوي، وانا عارف ان انت تقصد بالكلام ده تامر جمال، وبدأ يسخنه شوية كده. فقال له طب خلاص شغل الحلقة، فقال له من عينيا الاتنين، وطبعا جات له على الطبطاب. في الوقت ده بيوصل عمران الكافيه واللي هو بيشتغل فيه، لكن اول ما بيشوفه تامر بيقول ده الكافيه لم كده ليه، وبيكون مستاء منه. لكن عمران بيخش يغير هدومه ويحضر نفسه للشغل. بعدها اول ما بيشتغل البرنامج بيبدأ طبعا تامر يشوف الكلام وبيعرف ان الكلام عليه، فبيقرر يروح يتخانق مع ابراهيم، وفعلا بتبدأ الخناقة بينهم. لكن اكرم كمان بيسخن الخناقة اكتر، ومستر بسام بيحاول ان هو يهدي الدنيا ويسكت اكرم علشان الخناقة متكبرش اكتر من كده. وقتها بتوصل الست بتاعه القطة واللي لسه مش عارفين هي ايه بالظبط، لكن بسرعة اكرم بيروح لها وبيقول لها ممنوع دخول الحيوانات. فبتقول له انت ما عندكش قلب اسيبها في البرد ازاي؟ قال لها ماليش دعوة خلاص، لا اما تسيبيها بره لا اما تطلعي انت وهي. فساعتها بتسيبه فعلا وتخرج. وقتها بتكون خناقة ابراهيم وتامر لسه موجودة، بالعكس دي سخنت اكتر كمان. لكن بيحاول مستر بسام ان هو يهديهم هما الاتنين، وفعلا الدنيا بتهدى وحبيبة بتبقى بتصور كل اللي بيحصل ده. بعد كده ميدو بيطلع وبيعمل مكالمة، وبنعرف انه بيكلم واحد اسمه عبد الرحمن، وبيقول له ان هو متضايق من تامر وان هو هيضيع منه المصلحة، لكن هو مش هيسكت وهيتصرف. في الوقت ده كانت الست واقفة بره الكافيه وسمع كل الكلام اللي هو قاله، ووقتها بيبقى واخد باله تامر وبيقول لها هو انت في بينك وبينه حاجة؟ فبتقول له ان هم اصحاب عادي، لكن هي بتفكر ان هي النهاردة هتسيبه. فبيقول لها احسن برضه. وبعد كده بيقول لها ان هو عارف عنها كل حاجة، وبيقول لها على الدخلات اللي هيشيرها بيها، لكن هي بتقول له لا انا مش عايزة اي حاجة من دي. المهم في الاخر بيتفقوا وبتمضي العقد على دخلة ميدو، وبيبص على العقد وبيعرف ان العقد احتكار 10 سنين. فبيقول له مش كتير 10 سنين، لكن تامر بيكشم له وبيقول له ما دام انت مش محامي وما بتفهمش في الكلام ده يبقى ما تتكلمش فيه احسن. بعد كده بنبدأ نشوف اتنين اسمهم سوسكا وجمال، ودول عايشين في عالم تاني خالص ملهمش دعوة بكل اللي بيحصل حواليهم، عمالين يتدلعوا على بعض ويتمرقعوا ولا ليهم في اي حاجة من اللي بتحصل. بعدها الست بتدخل تاني وبتكون مخبية القطة، وبتقول لأكرم ان هي معهاش حاجة وبتدخل. بعدها سيد بيطلب الحساب من أكرم وبيكون متنرفز جدا وهو بيشوف له الحساب، فديما بتحاول ان هي تساعده لكن هو بيصدها وبيقول لها مش عايز مساعدة من حد وبيسيبها ويمشي. لكن الدرج بيكون مفتوح ومنعرفش وقتها ديما بتفكر في ايه. لكن تامر بعد كده بطنه وجعته وقال لهم انا هروح الحمام وانتي فكري تاني كويس. ووقتها بيبدأ أكرم يحاسب سيد وبيتكلموا مع بعض كلمتين. لكن بعد ما بيخرج اول ما بيخرج بيتفاجئوا في الاخبار ان الجو بقى فيه عواصف وامطار شديدة جدا، لدرجة ان هي الشوارع بقت مليانة مية ووصلت لأعمدة النور، والمية بقت متكهربة، وبيقولوا ان الناس ما تخرجش من بيوتها وفي حظر تجوال لغاية تاني يوم علشان محدش هيتكهرب، واي حد هيخرج هيتكهرب ويموت والناس تلتزم في اماكنهم. طبعا بيتفاجئوا وبيعرفوا ان هم هيفضلوا محبوسين
محبوسين في المكان ده مش هيعرفوا يطلعوا منه كلهم غير تاني يوم. وبيبصوا بيلاقوا ان السيد اللي طلع من الكافيه مات بره، فبيكونوا زعلانين جدا. وقبل ما يفوقوا من الزعل ده بيلاقوا النور بيقطع وبيحصل ماس كهربائي، فبيروح بسرعة أكرم عشان يشوف ايه اللي حصل، فبيلاقي فعلا مفاتيح الكهرباء فبيصلحها وبيجي النور في ساعتها. لكن بيلاقوا مفاجأة أكبر وأكبر، وهي ان هما بيبصوا بيلاقوا ان تامر واقع وميت وفي حد قتله. ساعتها المفاجأة بتبقى أكبر، يا ترى مين اللي قتله وايه اللي حصل بالظبط؟ هنشوف مع بعض الحلقة الجاية. ما تنسوش تحطوا لايك جميل وتشتركوا في القناة، واستنوني الحلقة الجاية. اشوفكم على خير والسلام عليكم.